السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القشطة، ولسه مكملين سلسلة حلويات المولد. القشطة دي تقريبا مارشميلو، بس الاختلاف ان الجيلاتين فيها اكتر من المارشميلو. كمان هحط فيها نكهة المورد، وكمان بيحطوا فيها فروتة مسكرة او زبيب وجوز الهند فوق الوش ومن تحتها. بصوا ما شاء الله المطة، مطتها حلوة قوي قوي، وطريقتها ناجحة جدا جدا وسهلة، ومكونات كلها من البيت. هتعجبكم قوي ما شاء الله. يلا بينا حبايبي ندخل على الوصفة بتاعت النهاردة. معايا القالب بتاعي، بحط فيه استرتش لاب، او بجيب كيس وبفرده وبحطه في قلب القالب بتاعي كده. دي اول حاجة بجهز الصينية بتاعتي، بغلفها زي ما قلت لكم بالاسترتش لاب او بالكيس معايا. وبعد كده بجيب نقطة من الزيت وبالفرشة بتاعتي وبدهن الصينية كويس قوي من الجوانب بتاعة الصينية. لازم ادهنها كويس قوي قوي عشان القشطة بتاعتي ما تلزقش فيها. كده انا بجهز حاجتي في الاول، وبعد كده ابدأ ابطن الصينية بالزبيب وجوز الهند. احط جوز الهند الاول من جميع الجهات زي ما انتوا شايفين كده معايا، وبعد كده بقى احط فيها الزبيب. لازم اجهز حاجتي الاول عشان الوصفة تكون سهلة عليا. كده تمام. معايا دلوقتي 30 جرام من الجيلاتين، يعني 3 معالق ممسوحين مش مليانين قوي، ومعايا 85 ملي من المية. بدوب الجيلاتين مع المية وبركنهم على جنب. المية دي يعني تلت كوب مية، يبقى 85 جرام تلت كوب مية، و3 معالق جيلاتين ممسوحة يعني 30 جرام. بدوبهم مع بعض وبركنهم. ومعايا هنا في طاسة بحط معايا المية بتاعتي، يعني نص كوباية مية، ومعايا 125 جرام من عسل الجلوكوز و250 جرام من السكر. 250 جرام من السكر يعني كوباية مليانة المج بتاعي، و125 جرام من عسل الجلوكوز يعني نص كوباية، ومعايا 65 ملي يعني نص كوباية من المية. كده انا قلت لكم المعايير بالجرام وبالكوباية، ونزلت معاهم بذرة ملح. ذرة الملح دي عشان تعادل الطعم معايا. خلاص، برفعهم على النار، يا دوب يغلوا معايا من على النار. اهم حاجه العسل اول ما يغلي بعدها بدقيقه او بدقيقتين بالظبط بشيله من على النار على طول. برفعه من على النار، وبعد كده باخد الجيلاتين معايا بحطه في العجان. تمام، وبشغل العجان على الهادي لحد ما اجيب العسل بتاعي. تمام، كده خلاص الجيلاتين غلى معايا على النار لمده دقيقتين. برفعه من على النار بسرعة بسرعة، وبحطه على طول في العجان فوق الجيلاتين وهو سخن جدا، ما تقلقوش. وبعد كده بشغل العجان على أسرع سرعة عندي، على أسرع حاجة، واسيبه يختلط مع بعضه لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة على حسب سرعة المضرب عندي. أفضل أضرب في الخليط. كل ما بضرب أكتر، تمام، الخليط معايا بيبيض ولونه بيبيض، بيبقى ابيض ناصع، والحجم بيتضاعف والقوام بيختلف معايا. اهم حاجه رشه الملح ما انساهاش عشان تعادل الطعم معايا زي ما قلت لكم. بصوا ما شاء الله القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا بيبقى في المضرب معايا كده بيعمل شكل كده او رسمه وانا بشيله. بصوا معايا، وبسرعه بسرعه بحطه في القالب معايا، لان انا لو سبته بيمسك معايا بيلزق. بنزل بقى في القالب بتاعي وبحاول اسويه بقى في القالب معايا. شايفين قوامه كده؟ اصلا شكله واضح من البداية كده ان هو الطريقة بتاعته مظبوطة جدا. شكل الحاجة لما بتكون مظبوطة بتبان من البداية. بحاول اوزعه بقى واخبط الصينية خبطتين، واحاول اساوي السطح بتاعه بالاسباتولا بتاعتي. اظن مفيش اسهل من كده، وكل مكوناتها موجودة في البيت. وبعد كده بقى، بعد ما بسويه بنزل بالزبيب الاول عشان يلزق معايا في القشطة بتاعتي. زي ما قلت لكم ممكن تحط فروت مسكرة، هي ما كانتش موجودة عندي. تمام، وبعد كده بقى بنزل بجوز الهند برضو على الوش، وبضغط معايا بالمعلقة
عشان زي ما قلت لكم الزبيب وجوز الهند يلزقوا معايا في القشطه بتاعتي. وبحاول اسويها برضو بالمعلقه كده. وبعد كده بقفل عليها الاسترتش وبسيبها لتاني يوم، يعني لمدة 24 ساعة. لتاني يوم بقى بسيبها بره التلاجة، ما بحطهاش في التلاجة. تمام، بحطها في مكان يكون درجة البرودة بتاعته كويسة، او بحطها في مكان وبشغل المروحة وبخليها قصادها شوية لتاني يوم. لما بقطعها ما بقطعهاش في نفس اليوم. انا كان متبقي معايا قطعة صغيرة كده، كنت فاكرة ان هيكفي معايا القلبين، عشان القالب ده كبير شوية حطيتها في حاجة صغيرة. دي كده بقى انا خلصتها تاني يوم زي ما قلت لكم. هنبدأ بقى نشوفها مع بعض. بصوا ما شاء الله، انا شلت الاسترتش من عليها او الكيسة بتاعتها. بصوا قوامها ما شاء الله. اللي عايز يحب يعملها اعلى من كده يعملها، واقل من كده على حسب كل واحد ومزاجه. ممكن تحطها في صينيه واسعه شويه تعملها السمك بتاعها اقل من كده. اهم حاجه هنا بدهن السكينه بتاعتي بالزيت. تمام. بصوا ما شاء الله، بصوا الطريقه عامله ازاي، وبصوا المطه بتاعتها. جربوها هتعجبكم جدا جدا الطريقه دي، وسهله قوي زي ما قلت لكم. زي ما قلت لكم بدهن السكينه بالزيت، وما مشيش السكينه ما مشيش بالسكينه رايح جاي، لا بنزل بالسكينه اغرزها على طول مره واحده. لو مشيت بيها رايح جاي بتبدا تلزق مني. لما بسيبها لتاني يوم بتتمسك معايا، بتبقى كويسه قوي. كده خلاص حبايب قلبي، وصفتنا النهارده خلصت. مكملين ان شاء الله مع بعض سلسلة حلويات المولد. وجربوا القشطة دي، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.